لا كده الواي فاي في مصر احسن. ايه؟ مين؟ راح فين؟ انتوا شكلكم فهمتوا الفيديو غلط لما بقول السرعه بتاعه الواي فاي عندي الباقه 1 جيجا، لكن المعصب من الباقه يعني ان هي السرعه 1 جيجا اللي هي 1000 ميجا، وانليميتد مفتوحه، سرعه مفتوحه انليميتد. ماشي. فبدفع $55 في الشهر. $55 في الشهر في امريكا مش فلوس على فكره، يعني في متناول اي حد. تعالوا اوريكم الراوتر، بسم الله. ده الراوتر اهو يا جماعه اهو. فانا زي ما بقول لكم بدفع $55 فلوس في امريكا لا تذكر على فكره، يعني في متناول اي حد. شغل ساعتين، شغل ثلاثه، لكن بيبقى عندك سرعه فائقه، طياره كده من الاخر كده يعني. فانا رسالتي بقى لشركات الاتصالات في مصر يعني والانترنت، بالله عليكم افتحوا ميتين الانترنت، يبقى انترنت غير محدود في مصر. انا بيتهيالي ان احنا الدوله الوحيده في العالم اللي عامله شغل الباقات دي، والواحد يقعد يدفع، يقعد يجدد في الباقه بتاع 20 مره في الشهر. حاجه غريبه يعني الصراحه يعني. فرسالتي ليه بقى وزير الاتصالات بقى ايا كان بقى، افتحوا الدنيا عشان الشركات دي كده يعني بتنهب من الناس من الاخر كده يعني. مع احترامنا للجميع، نبطل بقى وافتح النت بقى عشان عم ميسو عايز ينزل مصر يبقى في انترنت مفتوح. ايه دي يا عم ميسو؟ فمش هينفع يا جماعه بجد والله يعني، عشان الانترنت فيه كل حاجه دلوقتي.